السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ يومنا بالصلاة على النبي، أفضل صلاة والسلام عليه. إن شاء الله أموركم تمام. إن شاء الله اشتقتوا لي. هلا أنا ما بطول كتير عليكم، عبطل كل نهارين حسب بقى يعني الفضاء وحسب ظروف الحياة والمعيشة. الحمد لله على كل حال. اليوم حابة أعمل طبخة تركية. هل هي طبخة تركية، طبخة عراقية، طبخة مصرية؟ بالضبط ما بعرف. سورية والله ما بعرف، بس أنا هعملها على طريقة بيت حماي. هلا انتوا شفتوا اكيد اني طالعت اللحمة دوبتها لاني انا رحت شوي عبكير، كان عندي مولد ورجعت. لا جبت ماشي تقريبا كيلين هي فليفلة هيك صغيرة. ايه وهلا جبت بصلة صغيرة كمان فرمتها فرم ناعم. بدي اقليها مع معلقتين سمنة وكمية الزيت اللي بتحبوها. هلا انا لحمتي اذا انتبهتوا عليها مدهنة، ما بتحتاج كتير زيت. حطيت تقريبا شي قد هالكاسة زيت. تحبوا زيت زيتون، زيت نباتي المتوفر عندكم بالنهاية. وبهالفترة أنا كنت عم بشرب كاسة متى وعم بقشر راس الثوم. طبعا أخذت دوش بنتي وهيك يعني حطت راسها ونامت ورضعتها، وبهالوقت عندي راس ثوم. أخذت 3 منه جوا التبلة بحطها، يعني جوا حشوة الرز، و3 بحطهم يا بالمرقة يا أما إذا ما بتحبوا بالمرقة مع اللبن. وهون فليفلة شوفت عينكم أنا بجمدها، أنا بجيبها هيك بمسحها بمحرمة وبحطها بالثلاجة وبجمدها. امتى ما بحتاج فليفلة حمرا بطالعها فورا بفرمها تازة. هلا في ناس بيطبخوها، قلت لكم انا ما بطبخ شي وبحطه بالفريزر. فورا بتغسليها من هيك من برا وبتتقشر معك اسهل من هيك ما في، وبتنفرم معك فرم ناعم. بهالوقت هون البصلة دوبتها تدويب يعني بحيث اني ما تقلت، بس هي طريت. هون ضفت اللحمة مع البهارات اللحمة ودبس البندورة والبصلة مع السمنة. وهالوقت شوفت عينكم اني عم بقلكن الفليفلة هي بتقبعوها. اهم شي تقبعوها، وتقبعوها بعد ما تغسلوها تنظفوها تمام، ما بتقبعوها قبل. وهلا فرمت فليفلة ناعمة وعم بقلكن الكاسة المتة فرطت. صدقوا يا صبايا ما انتبهت الابريق غالي وفورا هيك سكبت المتة فورا فرطت، اول كاسة فرطت مثل حياتي الفارطة. هلا كتير هيك دعكت اللحمة مع بهاراتها، انا بحب بهر اللحمة، مو بس اللحمة والرز. أهم شي تكون فليفلة ناعمة، إذا كانت رباعية هيك أحسن. هلا وصرت أنظفها، شوفت عينكن نظفتها كتير ومسحتها بالخل والملح، نقعتها بالخل وملح نظفتها. وعبقلكن هون هي مضروبة ما انتبهت عليها لأني كان جو شوب، نقيت بسرعة وبنتي معي. هلا فركت اللحمة كتير مع البصلة والفليفلة والبهارات والزيت زيتون والسمنة. هلا بنضيف الرز. هلا تقريبا عندي شي 900 جرام لحمة مع كاسة تقريبا ربع رز، كاسة 200 ملي. أنا هون شكيت إن الرز رح يزيد، طالعت هيك أنا بعمل المونت اليبرق بالفريزر، أكيد الكل بيعرفوا بأكياس بسحب منه الهواء وبحطه بالفريزر. طالعت وحدة هيك احتياطيا ودوبتها بالمي عشان بعدين أغليها إذا لزمني فجأة تكون جاهزة، لأنه ما عاد في وقت، بدي أقوم صلي والحمد لله مداومة على جزء بالقرآن عشان ما التهي أبدا هالوقت. قلت باكل قطعتين كيك لأنه قلبي فرط من الجوع وماني شايبة غير كاسة المتة. وغليت طبعا اليبرة، وهون مديت بقفا الطنجرة أو بأرضية الطنجرة نعناع وثلاث أربع أسنان توم قطعتهم شرائح. اليبرة خلوه يغلي شوي، ما هي مشكلة الورق لأني رح أحطه مع الفليفلة، إذا لحاله ما بحتاج غلي. وبهالوقت أنا بلشت أحشي الفليفلة وأصفن بقفا الطنجرة. هلا هي ما هي مثل المحشي فيكن تعملوه مايل هيك، حصرا لازم تصفوه نفس هالصفة، ما بتحمل. ايه ومهما حشيتوه اكتر ما هي مشكلة لانه هذا المحشي تقريبا 3/4 لحمة، ما بيطلع يعني ما تخافوا، ما بتفزر من الرز. واهم شي الروس تنتبهوا تشيلوا منهم البزر عشان ما يمرمر بالغلي، اهم شي البزر تشيلوا. وفيكم تسكروها بورق اليبرق يعني اذا ما بدكم تحطوا هدول الروس. زادت معي حشوة سبحان الله قلبي محسسني، جبت الورقات وصرت احشيهم. سبحان الله يا صبايا بحب اشتغل بايدي، الا باليبرق بحب احط الحشوة بالمعلقة. وطبعا اليبرق والملفوف والسلق سبحان الله ليه ما بعرف، طبيعة. يعني من ايام عند اهلي كان عمري 13 14 اساعد امي، كانوا يجوا جيراننا الحلبية يقولوا لي على راسي هيك اليبرق بهدلتيه. قال لهم ما بقدر سبحان الله. مرة اجت الجارة عصبت مني تقول لي قومي انا بدي لف مع امك.
الله عاديك الذكريات ما أحلاها يا صبايا. والصوص 10 بندورات أشروون واضربوهم بالبندر أو بالمكسر. ايه وغلوهم، أهم شي تغلوهم ها ليعقد الصوص، بعدين بتضيفوهم على الدولمة. أهم شي بس خليتوهم بتضيفون أحسن. هون طلعوا معي تقريبا شي ربطتين الحبال هدول أو الخيطان. أهم شي يا صبايا تنقعوهم بملح وكربونات لما بتجيبوهم. هدول بتشتروهم شري من عند الخياط، بس نقعوهم. كمان المواد التنظيف الغبرة ما يشعلون شي. أنا بصراحة بنقعهم بالخل 3 أيام، وإذا مستعجلة بغليهم بالكربونات البكرة وطالعة وبنشفها. هون شوفت عينكم الصوص غاليان غلي مثل العادة، حطيته وحطيت صحن عشان ما يطوفوا الفليفلات، لأنه الفليفلة حجمها صغير إذا انتبهتوا. الفليفلة طالعتها وحطيتها بالجاط، لأنه اليبرق بيحتاج غلي أكتر، شي نص ساعة 3/4 الساعة. الفليفلة ما أخدت معي يا دوبة 35 دقيقة. وهلأ طالعت اليبرقات فلتهم. هلأ في هدول اليبرقات قلتلكن على الطريقة التركية. هلأ في ناس بيقولوا لنا اليبرق أو الدولمة، يعني كل بلد بيطبخها بطريقة شكل. هلأ عندي رفقاتي عراقيين بيطبخوها بطريقة شكل، أخوتنا الجزائر المغرب مصر، بكل بلد سبحان الله. يعني بالنهاية الأكل كل واحد بياكل حسب ما بيحب يشتهي. اي والله بدي قلتلكن الدولمة ما أطيبها والله. يا ريت هيك فيني تجيب هيك معلقة وهيك وصلها لكل تم مشاهد يدوق الدولمة معي. وهون اليبرق نزل نيفا، والله أطيب من هيك ما في طعم خيال ولا أروع من هيك يا صبايا. صبايا ما تقولوا أني الشغلة ما طيبة، عن جد أنا أول ما تزوجت زوجي والمو طيب الأكل، بس عن جد الأكل لون طيب. وهالوقت عندي باقة بقدونس، حطيت معلقة برغل غسلتها ونقعتها مع معلقة زيت زيتون وشوية نعناع وفليفلة ونص ليمونة، وفرمت باقة بقدونس مع بندوراية. هاي التبولة اللبنانية، العشق والغرام. مم. كنت حابة اقلي بطاطا بس تعبت ما عاد فيه. وهالوقت كنت عاملة تقريبا كاسة برغل، شو اسمها كبة يعني نيب بس بندورة. كبة بندورة طيبة. أنا بالعادة ما بحط إلا البقدونس جواتها، لأني بجوز تزيد بتعطي طعمة البقدونس طعمة بشعة إذا زاد تاني يوم. أي شي حشائش. وهذا الصحن هيك طبقته لجارتي، لأنه من فترة نهارين راحت شوت هي وعيلتها وبعتولي سكرة. بعتت ابنها تخيلوا عمره 13 من الحد هي على بيتي ليجيب لي صحن الشوي سخن يسلم دياته. يا ريت كل الجيران عن جد والرفقة مثل رفقاتي وجيراني. هذا الصحن نسيت المخللات حطيت. طبعا جوزي جنبي عم بيقول لي حطي مخلل، لأنه هون الأتراك بحبوا هيك يزينوا الصحن سبحان الله السكب. ايه هلا جنبها بتحبوا تاكلوا جنبها لبن وتوم، هي الدولمة هيك بيت حماي بياكلوا، عرفتوا. بس هي جارتي مي من نفس منطقة جوزي بتاكل جنب الصوص الأحمر أو الزوم. وهلا خلصت يومي هيك تقريبا، حست المطبخ ورتبت وعملت هيك شوي هيك يعني من قريبه ايه لجوزي، وغليت الشاي اكرك عجم. وهلا يا صبايا لا صار لازم ودعكن وقلكن تصبحوا على خير. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس.